السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نعمل مع بعض القطايف بطريقة سهلة وبسيطة. أنا جبت شب الخلاط، هضيف فيه مجين من مجات الشاي العادية، دقيق، معلقتين كبار سكر، كله هنضربه في شب الخلاط. معلقة صغيرة خميرة فورية، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر برضو. هنضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنضيف مجين مية، نفس المج اللي أنا عايرت بيه الدقيق هعاير بيه المية، وهضربهم كل الخليط ده هضربه في الخلاط لغاية ما يديني عجينة سايلة شبه عجينة الكريب. يعني كل مج دقيق بياخد مج مية، وهسيبه يرتاح شوية عبال ما اجهز الطاسة بتاعتي. يرتاح، مش انا مش محتاجة يخمر، انا عايزاه يرتاح بس. أنا جهزت الطاسة وسخنتها على النار، وحطيت خليط القطايف بتاعي بالمعيار اللي انت حباه، كبير صغير، التشكيلة اللي انت حباها. هبدأ اضيفها على النار بالشكل ده واسيبها. اول ما تبدأ تعمل معايا فتحات بالشكل ده يبقى العجينة ناجحة وزي الفل. هسيبها على النار متوسطة، هتاخد يعني مش هتاخد دقيقة على النار. اول ما تتشرب بس السوائل اللي فيها من فوق دي يبقى العجينة كده استوت، ونطلعها من النار على طول. اهو معاكم، انا ما فصلتش الكاميرا لغاية ما تشوفوا اول واحدة معايا بعملها ازاي. هبدأ اسيبها على النار كده، على النار المتوسطة. اول ما اشوف السوائل اهو اللي من فوق بدأت تختفي، اول ما تختفي على طول هطلعها من النار عشان ما تنشفش مني. طبعا هطلعها على فوطة واغطيها على طول عشان ما تنشفش مني، واعرف اشكلها. لو نشفت مني مش هعرف اقفل القطايف معايا. اهو بالشكل ده الفتحات واللون اللي من تحت مظبوط كده. العجينة ناشحة معايا والقطايف ناشحة وزي الفل. هبدأ اغطيها وهجهز الحشو بتاعي. كوبايتين الدقيق طلعوا لي 20 واحدة من القطايف. كوبايتين الدقيق عملوا لي 20 واحدة. انت لو حابة تضاعفي الكمية براحتك، انا عملت كمية صغيرة، واللي حابب يضاعف طبعا يضاعف. هجيب الحشو بتاعي، طبعا حابة تحشيها مكسرات، حابة تشكليها على كده، ولما تطلع تحشيها كريمة. الحشو ده حسب حسب الرغبة واللي انت محتاجة تحشيه. هقفلها، هي بتتقفل معايا زي الفل. المهم نغطيها اول ما نطلعها على طول عشان ما تنشفش مني. العجينة ناشحة معايا وكويسة خالص. اهو هعمل معاكم اهو واحدة تاني. ويكون حاطة زيت على النار في طاسة يسخن. اول ما يسخن هنزل بالقطايف من معايا. نخلص الكمية كلها طبعا. والزيت اول ما سخن معايا على النار نزلت بالقطايف معايا. طبعا انت على حسب اللون اللي انت حاباه. اول ما توصلي للون اللي تحبيه هتطلعيها في شربات سخن، شربات بارد وتقيل. لو حباها مقرمشة يبقى الشربات يكون بارد وتقيل. لو حباها تبقى طرية يبقى شربات دافي، ما يكونش تقيل، وتطلع معايا بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.